اخويا الزملكاوي السلام عليكم. حلقه النهارده عايزك تربط فيها الحزام وتستعدي اللي جاي. حلقه كلها اخبار مهمه وفي خبر مهم انك تعرفه في النهايه، بس قبل ما ابدا انزل يا ابني بالانترو. نهارك سعيد يا اكسلانس، نهارك سعيد يا اول خبر معانا النهارده، وخليك مكمل معايا الحلقه الاخر عشان هقول لك خبر حصري عشان لقاء النادي الاهلي والنادي الهلال السوداني اللي هو بكره. اول خبر معانا النهارده عوده المستشار مرتضى منصور لرئاسه نادي الزمالك، وعامل فيديو بيقول فيه ايه اللي حصل وبيحكي فيه عن قصه حياته اللي ما فهمش ازاي. هو طبعا ما قالش كده، بس انا بعرفك ان راجل معزول ولسه خارج من السجن، وهيئه مفوضين الدوله بتوصي عزله. هو راجل اصلا معزول والدنيا كلها مش حباه، وبرضه بيكمل في نادي الزمالك وطالع بصفته ايه؟ هتقول لي بصفته رئيس نادي الزمالك، اقول لك المعزول المنحل، وده موجود. هي دي الرياضه، هو ده الزمالك اللي عايزيننا نتفرجوا عليه. نادي الزمالك اللي احنا عايزين نوصلوا له ان يبقى رئيس مرتضى منصور، وهو اصلا المفروض مش رئيسه. ده كان اول خبر عايز ابتدي بيه، لان انا زهقت وقرفت وتعبت من الاخبار اللي نادي الزمالك فيها، وان الدوله سايبه نادي الزمالك وهو الراجل ده موجود في لحد النهارده. الراجل ده مشي قبل كده ورجع ليه وفين ما تفهمش. ليه الراجل ده مكمل في الزمالك؟ سؤال عايز حد بيفهم يكملني او يرد لي عليه، يفهمني ايه اللي بيحصل. تاني خبر معايا النهارده وكنتش عايز اتكلم فيه الصراحه، بس هتكلم فيه. لقاء نادي الزمالك ونادي المريخ. الزمالك ينتصر على نادي المريخ باداء مش عايز اقول لك مزري وحش جدا نادي الزمالك، خصوصا من كابتن حسام عبد المجيد اللي لبسنا في كذا كوره. هذا حسام عبد المجيد اللي المفروض بديل لمحمد عبد الغني اللي هو اصلا مستواه اقل منه، بس ده يعرفك ان نادي الزمالك وصل لايه. هتقول لي في ايه؟ هقول لك يعني لو حسام عبد المجيد ده عنده مدافع سوبر بره هيقدم نفس المستوى ده؟ لا طبيعي لا. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان حسام عبد المجيد ضامن مكان في نادي الزمالك. اللعيبه قلت لك كده، اما بتضمن مكان وبالذات اللعيبه المصريين بيتمرطوا على الكوره، والله بيتمرطوا على الكوره. اللي انقذنا النهارده وكانت النقطه المضيئه، وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خلى نادي من غير مهاجم، هو ناصر منسي. راجل جات له 4 فرص جاب منهم 3 اهداف. يعمل اكتر من كده؟ مش بقول لك ولا هننفخ في لعيبه ثانيه نادي الزمالك بالذات عشان اللعيبه ديت ما تستحقش الدعم، لا كانت ناصر منسي. وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في الراجل اللي خلانا تاني من غير مهاجمين. ادي اهو لو عندنا مهاجم من الاول محترف نظيف كان زمان اتاهلنا، والله كان زمان اتاهلنا. كان ماتش واحد، فالماتش ده خلاص تحصيل حصل، هو تحصيل حصل فعلا، بس كان زمان صعدنا. لكن النهارده ولا ليه اي 30 لازمه. لكن اللي بيحصل في الزمالك ده والله نتيجه فشل وعك اداري تاني، فشل وعك اداري، وهقولها على الهوا، فشل وعك من مستشار مرتضى منصور واولاده اللي دمروا نادي الزمالك. والله اتدمر. الزمالك مش هيقوم لقومه لا السنه ولا السنه الجايه. انت عندك 3 بطولات، المفروض النهارده كنت تلعب مدير فني، ما اعلنتش لحد اللحظه اللي انا بصور فيها الحلقه دي. انت ما اعلنتش على مدير فني وانت بنفسك قايل هعلن يوم الجمعه. تخيل يعني، مفيش كلمه من كل حاجه، مفيش كلمه تقولها ويبقى عندك حق فيها خالص نهائي. بوظت ناس زيك ودمرته، وفي الاخر طلع تقول محلات وايجارات، وطلع تشرح لنا حاجات احنا مش عايزين نعرفوها اصلا. مالناش دعوه بالكلام ده كله. يعني احنا فريق الكوره اللي احنا بنشجعه، فريق اليد اللي احنا بنحبه، اللي انت دمرته ودمرت الطايره ودمرت كل الالعاب الرياضيه. ليه انت مكمل؟ فين النجاح اللي انت عملته السنه دي؟ صفر صفر. الخبر التالت معانا ان كابتن احمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الزمالك المؤقت طلع وقال بمجرد الاعلان على مدير فني اجنبي جديد هيتم ان انا هيمشي من نادي الزمالك. ودي بصراحه حاجه يشكر عليها الراجل، لانه شايف نفسه مش هيقدر يكمل. وهو بصراحه ونكون حقانيين ما ضافش جديد لنادي الزمالك، لا هو ولا الكابتن سامي نبيه في الموسم ده نهائي، ولا فرقه الله يوديه. او مش عايز اشتم لان احنا الراجل ده ليه افضال كتير علينا، لكن السيد الفرقه غرزنا في مستنقع منه لله. ومحدش من ابناء الزمالك على راي الكابتن احمد عبد المقصود ان هو كانت ازمه كبيره وظروف كانت ضدنا. ما تفهمش ليه ما كانش بياخدوا فلوس ولا ايه، ما تفهمش مش فاهم والله يعني ايه ظروف كانت ضدكم. تصريح غريب والله. الناس في الزمالك بتتكلم بحاجه غريبه. وقبل ما انهي كمان او قبل ما اخلص حته لي، ايه جمهور نادي الزمالك ده؟ ايه اللي الجمهور عامله ده؟ طب عايزين جمهور نادي الزمالك كده؟ ده جمهور نادي الزمالك؟ انا مش فاهم والله. الله يمسيه بالخير ويفك سجنه. سيد مشاغب كان بيخلي الاستاد مولع، الجماهير هتنزل تاكل اللعيبه. اللي بيحصل في نادي الزمالك ده من جمهوره اصلا عبث. يعني كده عامل ايموشن زعل، بكره ايموشن عياط، بعد ايموشن قلب. يا عم بدل الجمهور ما ينزل انا هقول لك يعنف اللعيبه ديت ويشدهم
زي اي جمهور محترم ما بيعمل. لا، انا اقول لما قدام ايموشنات ابعت لي قال ابعت لك ايموشن، ادي الرجاله المصريه واصله له، خصوصا نادي الزمالك اللي رئيسه المستشار مرتضى منصور اللي عاجبه نادي الزمالك كده، واعضاء الجمعيه العموميه او اعضاء نادي الزمالك طالعين في اللايف فرحانين ومبسوطين ان احنا كسبنا المريخ السنه دي. والله يا جماعه الانسان هنا في الشرايين وفي حاجه اسمها دم، لكن الناس دي باعت دمها وباعت كرامتها وباعت حاجات كتير عشان خاطر مراكز او عشان خاطر يبانوا في الصوره. نادي الزمالك السنه دي لا يرضي عدو ولا حبيب نهائي جدا، حاجه لا تطاق وعبث اداري وتخبط وكل حاجه، وابنه بوظ الصلاه وابنه التاني بوظ كره القدم وخلاص والدنيا باظت، وانا مش عارف ده موجود في نادي الزمالك اقسم لحد النهارده. الخبر الثالث اللي معايا هو مش خبر، هو تصريح للكابتن الاخضر بريش، انا بيساله او هو بيقول ناس كتير بتسالنا احنا ليه عملنا استديو تحليلي للقاء تحصيل حاصل. قال كلام لو ودني اي واحد من مجلس الاداره سمعته والله لا يقدم استقالته، والله لا يقدم استقالته. قال لك دي مباراه طرف فيها نادي الزمالك، يعني عارف لما طرف نادي الزمالك الناس بتتكلم على مقدم برامج في بين سبورت اكبر او اقوى منصه اعلاميه في الشرق الاوسط بيقول اسم نادي الزمالك كبير، تعرف ان نادي الزمالك كبير واللي بوظه واللي خلي بالك بقى اللي يحرق دمك ان الناس بره عامله نادي الزمالك اعتبار، ونادي الزمالك لازم يعملوا اعتبار، والناس اللي في مصر برئيس نادي الزمالك بيخلي سمعتنا وشكلنا وحش قدام الدنيا بحالها. يعني تخيل، والله انا اما قال التصريح ده انا زعلت، والله العظيم زعلت من جوه، لان اللعيبه واشباه اللعيبه دي ما خليش نادي الزمالك السنه دي الصوره. ناس تاخد 65 مليون، ناس تاخد 50 مليون، ناس تاخد 70 مليون، ناس تاخد 85 مليون. هفضل اقول فيديو كابتن عمر جاي بياخد 35 مليون 45 مليون مش 35 كمان، تخيل والله عبث وزعلان والجماهير كلها متضايقه وحاسين بقهر وظلم، حاجه تضايق اما عايزك يوصل للنقطه ده اهي بالراجل ده هو اللي كل ما يتكلم انا عملت ايه يا عم؟ نادي الزمالك بيك او من غير كان موجود. لما وهقولها لك لما هو طلع شتم كابتن هيثم فاروق وقال مين ده؟ مش شتم بقى، هو يعني قال كلام ما ينفعش يقال على واحد من لعيبه نادي الزمالك. مين ده؟ مين ده ايه؟ ده كان بيلعب في نادي الزمالك وانت ما كانش حد يعرفك على الساحه. كابتن هيثم فاروق هو اي راجل محترم سواء كابتن هيثم فاروق او اي راجل محترم هيطلع جماهير الزمالك ملفوفه حواليه وبتحبه هيهاجمه وهيطلعوا وحش قدامه، لكن الناس كلها عارفه كابتن هيثم فاروق بيحب نادي الزمالك ازاي، وكابتن وفي نادي الزمالك وبيطلع يقول حق مش عشان انتقدك وانت كنت في السجن كان وطلع قال رساله كابتن محمود الخطيب انه يعتذر او يتنازل عن الحكم، ده عشان خاطر عايز ناديك في حته ثانيه، مش عشان خاطرك، والله ما عشان خاطرك، عايز المشاكل تهدى، مش هيطلع طول عمرنا تقعد تشتم في الخطيب والخطيب يعمل لك بيانات ويحبسك تاني. هي دي الرياضه، انت عايز تبقى كده؟ راجل عندك 70 80 سنه، بص لاخرتك، بص لنفسك، مش هينفع كده، انت بص سمعه نادي الزمالك. الخبر الاخير معايا هو حصري وان شاء الله تاكد على كلامي بكره. هتقول لي في ايه؟ حصري موقع مش بدون ذكر اسمه مش هقوله بياكد ليا حصريا استبعاد كولر لكل من شادي حسين، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر ومحمد فخري، 4 اسماء مستبعده من لقاء الاهلي والهلال السوداني بكره. تاني شادي حسين، برونو سافيو، طاهر محمد طاهر ومحمد فخري من لقاء نادي الهلال السوداني. بص انا مش هتكلم في الموضوع بس انا عايز اقول رايي، انا كنت ممكن اتفهم حوار ان هو يستبعد محمد فخري وبرونو سافيو لفتره طويله، لكن شادي حسين عشان مش موفق، لكن ليه طاهر مستبعد او بره القايمه؟ دي حاجه ترجع لوجهه نظر فنيه، لكن طاهر بصراحه الجناح المصري مع احمد سيد زيزو اللي بيقدروا يكملوا بدني كويس. هو طاهر مش مهاريا قوي لكن راجل بيجي تسديد من بره المنطقه، راجل بدني عالي جدا يقدر يفيد الاهلي في الهجمه وانه يضغط على الهلال السوداني رايح جاي، لكن دي وجهه نظر زي ما قلت لكم مدير فني وهو ادرى بفريقه وادرى بحاله. وهلاك قبل ما انهي تاني، توقع لقاء النادي الاهلي والنادي السوداني اول 3 هيتوقعوا صح هيبقى لهم مكافاه ماليه هتبقى صغيره بس على الهوا. قبل انهي لو اول مره تشوفني ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وشير، واللي جاي ان شاء الله يكون خير. كان معاكم الأنس، اشوفكم حلقه جديده، سلام.